السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. النهاردة هنتكلم إن شاء الله، عاوزين نفصص الحتة بتاعت الكبس. ناس كتير قوي على الجروبات لما بتيجي تسأل مش فاهمة، هي مش فاهمة يعني إيه كبس. فالكبس هنحاول إن شاء الله نشرحه بطريقة مبسطة، بحيث إن الناس اللي هي برضو اللي هي مش في المجال أو مش في الصناعة تعرف. الكبس ده بيتكون من حاجتين: خشب وابلكاش. الابلكاش اللي هو بيبقى الالواح بتاعته زي ما انت شايفها كده. اللوح ده بيبقى 153 في 153 او 152 ونص في 152 ونص. والخشب بيجي اللي هو السويد زي ما انت شايفه كده، بنفس اللي هو بيبقى فيه عيون زي ما انت شايف كده. برضو ده هو اللي بيشتغل في الكبس، يعني بيبقى فيه درجات اعلى من ده، وفي نفس الوقت يعني انضف من ده، بس ما بتستخدمش في الكبس، يعني ما بيستخدموش في الكبس. فهو اللي بيبقى الدرجة القليلة من السويد اللي هو ده اللي بيدخل في الكبس. في منه حاجة بتبقى 7.5، اللي هو زي ده كده 7.5. وفي حاجة 10، اللي زي ما احنا عارفين الخشب بيبقى بالبوصة، فلازم يبقى أو 12.5. وفي 15، وفي أعرض من كده، يعني في أعراض أكثر من كده. ففكرة الكبس هي عبارة عن إن هو بيجيب النجار بيجيب الخشب ده بيشقه بالطول، يعني بيشقه بالطول كده. مثلا هو جاب دي مثلا شقها على نصين كده كده، فبتبقى حتتين، دي حتة ودي حتة. الفكرة بقى كلها الفكرة كلها في موضوع الكبس عشان انت تبقى فاهم. الحتة دي ممكن أشقها على 2، وممكن أشقها على 3. يعني في ناس بتشقها على 2 وفي ناس بتشقها على 3. لو اتشقت على 2 هتبقى الحتة الواحدة منها بتبقى 3 سنتي ونص، ولو اتشقت على 3 بتبقى الحتة 2 سنتي ونص. تخنت الخشب ده اللي هو المفروض اللي بيتجاب للكبس بيبقى 3/4، بنقول عليه 3/4 بوصة، يعني تقريبا بيبقى حوالي 22. بيبقى تخانة الخشب تقريبا 19 مللي، لان هو بيبقى اسمه 3/4 يعني 3/4 البوصة، بيبقى 19 مللي. الفكرة ان احنا الشغل اللي هو بيتعمل تجاري او سوقي بيبقى زي كده. بجيب ابلكاش كده، ابلكاش، وتحت ابلكاش برضو. نسيت اقول لك الاول الابلكاش ده عبارة عن ايه كمان. الابلكاش ده بيبقى عبارة ايه، هو تخانته بتبقى 3 مللي. هو بيبقى عبارة عن 3 طبقات، 3 طبقات كل طبقة منها ملي. وبرضه تخلي بالك لان الابلكاش في منه ما بيبقاش 3 ملي، في منه 2.7، وفي منه 2.5، وفي منه 2.3. لو انت جايب ابلكاش نمرة 1 كويس، هيبقى زي ما انت شايفه كده. دي 1 ودي 1، بيبقى عبارة عن 3 طبقات. بس طبعا هم بيبقوا مكبوسين في بعض، فانت ما بتلاحق، يعني لو دققت هتعرف ان هم 3 طبقات، ما بيبانش يعني. لوح الابلكاش ده انا دلوقتي مثلا عامل مثال على ان احنا هنعمل جنب دولاب. انا هشرح لك الاول الطريقه اللي هي السوقي، او الطريقه التجاري، او الطريقه اللي هي اللي هي مش كويسه، اللي الغالبيه بيشتغل بيها عشان خاطر يوفر في الخشب. نعمل الخشب ده بعد ما شقناه عفوا، بعد ما شققنا الخشب كده، هو بيعمل كده، بيعمل فريم. عمل فريم كده زي ما انت شايف،
وراح حاطط فيه موزع فيه خشب اللي انت شفته ده اللي هو الكبس بتاعه ده، بيرص كده كل مسافة يحط حتة كده، وبعد كده يغطي بالابلكاش من فوق ومن تحت بالغيرة كده. نجيب حتة الابلكيشن نحطها فوق كده كده. طبعا اللوح الجنب ده بيبقى 220. طبعا لوح الابلكيشن مش هيكفي معاه ان هو يبقى ان هو يكون حتة واحدة، فلازم هيوصله، وده عادي، ده الطبيعي يعني. بس هي الفكرة كلها ان انت برضو لما تيجي توصله تخلي الوصلتين مش زي بعض. يعني انا لو حطيت من فوق قصير من ناحيتي، لما اجي احط من تحت احط كده، احط دي كده من ناحيتي. يعني لما اجي اقلب كده الاقي بحيث ان الوصله دي، الوصله اللي انت شايفها دي، تبقى تحتيها مش وصله، ما يبقوش الوصلتين فوق بعض عشان ما يضعفش الجنب كده. تحط لنا الوصله كده. ده كده بقى جنب الدولاب بتاعي. وهو ده فعلا، هو ده الشغل اللي شغال في السوق، اللي هو واللي انا يعني حتى لما بشوف فيديوهات لناس على على السوشيال ميديا فيها ناس بتعرض شغل بتاع، هو الشغل بيبقى كده، هو ما بيعملش اكتر من كده. هو ده كده جنب الدولاب، هو ده كده، هي دي كده الضلفه، هي دي كده القعده بتاعت الدولاب، هي دي البرنيطه. ممكن يعرض دي شويه، يعني ممكن يعرض دي شويه يخليها 3 سم 4 سم مش مشكله. بس هي الفكره كلها من جوه. هل انت من جوه كده شغال صح؟ لا طبعا كده انت مش شغال صح. هنا بقى هنشوف الجنب اللي احنا اشتغلنا صح. ركز معايا، ركز معايا عشان تفهم المفروض الشغل الصح يبقى عامل ازاي. هنا نفس الفكره، هو الجنب اللي هناك اهو هنا، بس انت هتلاحظ فيه حاجات انت هتفهم لوحدك ان هو في شغل وفي صنعه، في حاجه بتقوي الشغل وتديله عمر. هنشيل ده وهنشيل ده، خلي اللي تحت مش مشكله، اللي تحت باين. هو نفس الخشب اللي هناك، وهو نفس الابلكيشن. هنا الفريم هنا كام سنتي؟ الفريم هنا 5 سنتي. يعني بدل ما انا جبت الحته اللي انا بقول لك، انا بفهمك كده عشان خاطر انت تبقى عارف تقدر تحسبها كتكلفه. يعني لو الحته دي مثلا ب 100 جنيه، الحته دي مش ب 100 جنيه، الحته دي ب 130 جنيه. لو الحته دي ب 130 جنيه يبقى اللي جنبها دي ب 160 جنيه، لو دي ب 160 جنيه دي يبقى ب 100 كده. فانت تفهم الحته بتطلع قد ايه، هو برضو النجار بيحسبها ازاي. وانت لما بتيجي تتفق معاه تبقى الفكره دي في دماغك انت. انا لما هقول له، لما هاجي اقول له الحاجه دي لا ما تنفعش معايا، ما تنفع غاليه عليا، فهو هيقول لك طب ماشي نزل 1000، نزل 2. طب هو هينزل 1000 هينزل 2، ما هو هينزل من الخشب بدل ما هيجيب حته من اللي هي 7 ويشقها على النص، لا هيشقها على 3 عشان توفر معاه وترمي معاه خشب، بحيث ان هي ترمي معاه خشب والموضوع يتلم معاه. وبدل ما يحط لك يحط الشغل اللي انت شايفه جوه ده سليم، لا هو مش هيحطه سليم، هو هيحطه متوصل، هيلم الحتت اللي وقعت منه كده. ما علينا، خلينا نتكلم في الموضوع ده، موضوع التكلفه والحاجات دي في موضوع تاني. هنا اهو، هنا ده، هنا هناك كان عامل ده راس في راس، احنا بنقول عليها كده، يعني بنقول عليها راس في راس، دي كده ودي داخله فيها كده. و طبعا دي مش ما فيهاش عصب، يعني برضو مش يعني عادي ممكن تشغلها وكل حاجه، بس مع رفعها ده مش هتيجي، مش هتبقى كويسه. انما هنا دلوقتي دي مقطوعه على 45 45، ادت دي عزم للشغل هنا كده اهي كده، ادت عزم للشغل 45 مع 45 قفلت مع الغيره لما هيسقط جوه كل ده، حاجه مع حاجه مع حاجه، كله بيزود في متانه الشغل. فدي اول نقطه، ان الشغل متقطع على زاويه.
الزاويه دي انت ما عمرك ما تعرف تكسرها، يعني انت مش هتعرف تكسرها ان تيجي كانها اتحزت من هنا كده وقصت، لا مش هتعرف، لان ال 45 ماسكاها طبعا. تاني حاجه بقى واهم حاجه هو الحشو اللي في النص. الحشو في النص ده يعني طول عمرنا زمان لما كانت الناس الكبيره تيجي تعلمنا تقول لك الفاضي قد المليان. الفاضي قد المليان يعني انا دي عاملها 5 سم، يعني دي كده 5 سم اهي كده 5 سم، يبقى دي لازم تبقى 5 سم او اقل كده 4 سم الموضوع 3 مللي، فلازم دي تبقى قد دي ما تبقاش اكتر. ليه بقى؟ الابلكاش ده لما هيقعد هنا، لما هيتغرى كويس ويتكبس ويقعد على الحته دي بالعرض ده مع المسافه الضيقه دي، مش هيدي مجال للابلكاش ان هو مع الوقت يموج يبحر من هنا، يجي من هنا كده ويبقى مع الوقت ينزل، لا هيبقى كانه يعني تقريبا كانه مليان خلاص، هو مسك نفسه لان انت حاطط في النص خشب كتير. دي نقطه. النقطه الثانيه ان هي تقلت الجنب نفسه بقى تقيل، يعني الجنب تقل. حته ان الجنب يتقل الحاجه لما بتقول في يعني في الشغل بتاعنا لما تكون الحاجه سواء كدولاب او كومودينو او سرير او كل ما كانت تقيله كل ما كانت قاعده مع الفتح والقفل هي مش هتتهز، هي كانها زي الحيطه بالظبط. احنا كده خلاص عملنا الحاجه اللي هي فعلا صح. كتكلفه مش مشكله، يعني انا مش هي التكلفه بين ده وبين ده مش كتير، لما تيجي تحسبها مش هتلاقي التكلفه بين ده وبين ده كتير، يعني فاهم قصدي؟ فهي القصه كلها ان انا اشتغل صح واحط مؤن بطريقه صحيحه. فخلاص كده احنا فهمنا ان الجنب ده الكبس، هو ده الكبس، يعني الشغل بالطريقه دي هو ده اسمه كبس. انا دلوقتي لما جيت هحط بقى خلاص هحط الابلكاش تاني كده، انا حطيت الابلكاش اهو بقى الجنب هناك زي هنا حته واحده خلاص. هاجي بعد كده الخشب المليان تحت دوت بيديني برضو مجال ان انا اعرف اسنن الشغل ان انا اخربشه عشان الزق القشره اللي هي المفروض ان هي تبقى كده كده. طبعا القشره اللي هي فوق كده. انا والله يعني الفكره ان انا اعمل الشغل على البرنامج بحيث ان انا اقدر افهمك واوصل لك المعلومه، يعني دي انا فكره بفكر فيها من زمان، لان انت طبعا ما فيش انت قاعد في البيت وعايز تعرف تفهم، حتى انت مش تنفع تيجي الورشه، يعني مش هتعرف تيجي الورشه تنزل الورشه عشان تشوف الشغل بيشتغل ازاي، لا بس انا اظن كده انت كده يعني الموضوع هيبقى كويس معاك. يعني هو كده المفروض ان هو بيبقى الجنب الخارجي، المفروض هنا بياخد طبقه قشره من تحت، ما بتبقاش زي القشره التانيه، دي القشره بتاعت القلب كده، تبقى تخانتها ملي. هو اكيد في ايه كده كده تخانتها ملي. ده كم لما تلزق قشره من فوق الوش اللي هو بيبقى الخارجي. طبعا الحمام دي المفروض ان انا لو انا اوريها لك بالطريقه دي كده مش مشكله اهو. هو كده الحمام ده المفروض ان هو مش هيبان، بس دي كده قشره طبيعي، يعني انا بتفرج لك على قشره طبيعي. ومن الناحيه التانيه بيبقى القشره اللي هي بتتلزق في القلب عادي، ما بيبقاش فيها شغل او كلام. اهم حاجه بقى الحاجه المهمه اللي انت لازم تعرفها، ان انت
الحرف ده انت المفروض ما تشوفوش، يعني المفروض ما تشوفش هنا كده الابلكاش والخشب والابلكاش، لا، حاجه مهمه جدا، او هي اهم حاجه في الشغل، ان انت تحط القشاط ازاي. القشاط ازاي اللي هو خليني اسيب لك الموضوع ابسط شويه عشان تفهم. طيب ده هايد هايد المفروض ان انت بعد ما عملنا قبل ما تحط القشره، الحرف ده كله بيتعمل قشاط ازاي. ده القشاط ازاي عباره عن شريحه كده سنتي في تخانه الجنب بتاعنا، وباجي الف بيها كده على كده، تبقى بالوضع ده. هي دلوقتي قفلت لي كده، خلاص. انا مش هشوف، انا هشوف بقى، اشوف الحرف ده. الحرف ده هيستحمل خبط، هيستحمل رزع، هيستحمل السوكه دي، مش هتبقى ضعيفه لان ده زان، هيبقى كويس، هيستحمل معانا كل حاجه. دي دي اهم حاجه في الشغل. طبعا مش بتحط حته هنا بس، لا، ده بتتلف كلها. يعني بنيجي هنا كده كده 45 برضو كده كده اهو كده. دي اهم حاجه في الشغل. انت لازم في الشغل لازم تسال على الحاجات دي وتدور عليها وتروح تشوفها في الورش، لان هو انت لو مش فاهم، هو مش هيحط لك القشاط ده، لان هو بيجي عند القشاط ده، بيجي هنا عند الحرف ده ويسحب معجون وتحط بويه بقى وخلاص. انت مش هتشوف حاجه، مش هتشوفها الا مع الوقت. وهو هيقعد مثلا معاك سنه 2 3 4، بس بعد كده هيجي لازم الابلكاش ده يطلع من مكانه. يعني لازم الابلكاش ده لو انت في مكان حر وكلام من ده، الابلكاش هيطلع من مكانه. فهو القشاط ده بيحميه. يعني القشاط ده خلاص كده انت غلفت الضلف خلاص كده. لفت كده، انا كده غلفت الضلف خلاص، وهرجع احط القشره بتاعتي. القشره بتاعتي اظبطها برضه نص، وادي الجنب بقى بتاعنا. وهي دي الفكره. هو ده حاجه. طبعا انت شفت ده حاجه وده حاجه. ده بياخد تقريبا، يعني هو الوقت هي الفكره كلها في استهلاك الخامات والشغل. انت بتوفر ازاي، عاوز توفر ازاي، او عايز تلمها ازاي، او عايز تعمل ايه، او فبس كده. اتمنى ان يكون طريقه الشرح وصلت لك معلومه كويسه، واتمنى ان تكون الفكره بتاعت ان انت تعرف الحاجه بتتعمل ازاي او كلام من ده برضو تكون عجبتك. لو عندك اي استفسار، او لو انت عايز اي حاجه تسال عليها في اي حاجه في الخشب، سواء ابواب، مطابخ، غرف نوم، غرف سفره، اي حاجه دريسنج، اي حاجه، عايز سؤال في اي، حتى بص يعني احنا شرحنا على جنب. انا ممكن ان شاء الله يعني بعد كده اوريك الجنب ده بعد ما بيتكبس كده وبيتعمل كده بيتحط له ايه، عشان لما يركب في القعده بتاعته يبقى كويس، ويبقى طريقه التصنيع برده كويسه. لان في عيوب كتير بتحصل في الوقت ده في الصنعه يعني. فانا اتمنى ان لايك للصفحه والفيديوهات، واعمل سبسكرايب عشان خاطر يوصلك برضو كل فيديو ننزله يوصلك. واتمنى ان اكون يعني وفقت في الحاجه اللي انا بقدمها وتكون عجبتك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.